يا فرنسا بقى تعاودوا يا فرنسا يا فرنسا نقص سير سير سير. شوف وين الحق. وينها كاع معايا طوال. شوف وين الحق. يا فرنسا إن دا يوم الحساب فاستعدي وخذي مني الجواب. وما ما تعشموش في توراتنا فصل الخطاب وعقدنا العزمان تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. من صفات النفاق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ويشير هذا القول إلى أن النفاق يتمثل في السلوك الخاطئ والخداع بالكلام والأفعال، وقد ينتج عنه الحصول على المال بطرق مراكشية غير شرعية. أنا عميه بابا بوي سبيت لك دراهم وما كلش. راكم بريزونتيتوا رواحكم في وسط العالم العربي اللي ما عندكمش مستوى، راكم تخليتوا على المبادئ تاعكم، راكم خليتوا لا ديسيبلين اكوتي، فلماذا تدخل تسب واحد كبير عليك؟ ولتوا تحطوا ناس تحريشة في عمرك 3 جور باغي تكون اكتور، في عمرك 3 جور باغي تولي اكتور، امبوسيبل. كي تعيش بزاف التاريخ هو اللي شاد عليك، اسكو انت من الصنف هذا ولا من الصنف هذا؟ واش من التاريخ عندكم؟ من التاريخ عندكم؟ واللي متقادر هو خوه اللي يدير الكتمان في اللايف دا راني نطيح ياسر. مش متربين ولكن ما نقدرش نقيسهم بكلام ماشي مليح، باسكو اللي حلفت بلي ما نزيدش نسب وما نزيدش نطيح. شفايح يا الزنديق يا الزامل يا الخانز. الجزائرية جابت بومدين، جابت العربي بن مهيدي، جابت كون الحواس، جابت كون عميروس، جابت بن بولعيد. لو كانوا ينوضوا الشهداء هذو الله يرحمهم والله يرحم الشهداء الابرار اللي جابوا الاستقلال والحريه والكرم هذه للجزائر، لو كانوا ينوضوا انتم الاولى اللي يبداو بكم، يبداو يحاربوا فيكم انتم. بخاطر ما كانوش ظانين باللي راح يجي جيل فاسد كيما انتم، بصح يحاسبوكم امام الله. هذا الميمز برعاية جدرون تعبانة. تخيلوا معايا أول دولة في العالم جابدة شي دولة أخرى في النشيد الوطني ديالها هي الجزائر. نعلم هذا أيها المراكشي، لكن هل تعلم أنت والمراكشيون بأن النشيد كتبه الشاعر الجزائري مفدي زكريا في زنزانته خلال فترة الثورة التحريرية؟ لا تعلم؟ العلم لله. زد على ذلك يا رأس الخصية، ظلت فرنسا تطالب بحذفه، والمقصود به فالنشيد هي فرنسا الاستعمارية وليست فرنسا الدولة. فهمت؟ نعطيكم معلومات على هذا النشيد الوطني الجزائري. تفضل أيها البوصبيري. هذا النشيد تكتب في 1956. هذا صحيح وجميل في نفس الوقت أنك تحفظ تاريخ الجزائر بدقة. نروحوا مع شبكة بنادم كاشياء تلقى ما تهدروش علينا، روحوا بعدونا. وهل تعلم من لحنه؟ ملحن مصري. هذا رائع. لماذا لا تضيفون مادة تاريخ الجزائر في زريبتكم التعليمية؟ انسان غبي. علاه حط السيكولوجي تاعك قال له مش قاصد تنرفق قدام عادي هذاك يضحكوا عليك. الغباء من يركبوا؟ الغباء يركبوا من المحيط اللي عاش فيه. داروا له الضغط في الضغط. وعجيبة الخوت هذه القضية، خاص نورمالمون ملحن جزائري هو اللي لحن النشيد الوطني ديال بلادو. اصمت نسيت أن ملحن النشيد المغربي هو الفرنسي ليو مورغان. باش يلحن داك الشيء من قلبه باش تكون واحد الروح الوطنية. أظنها بالروح الفرنسية. نعم. اسمعني أيها الشمبانزي، نعلم جميعا أنك هاجمت أبناء بلدك المغتربين. أنا أعتذر على الفيديو اللي حطيت مؤخرا، أعتذر لكل مغربي خارج المغرب. يا رخيص يا طحان. وأصبحت نقود المشاهدات تقل حتى أنك صرحت بالاعتزال، مما جعلك تعود بقوة لتهاجم بلدا أكبر منك لتنال تعاطف العياشة، لأن المغاربة الرجال لا يتشرفون بك ويعلمون أن الاستهزاء بنشيد دولة خط أحمر. كل هذا لأجل بعض الدولارات يا مراكشينو.
تناول زفيتي ودعك من الموز يا حبيبي. إذا بعد كل هذه التحقيقات صارحني الآن أيها الغبي، من هو الأجمل؟ نشيد المغرب أم نشيد الجزائر؟ الجزائر. أحسنت، أظن أن زفيتي أخيرا أتى بمفعوله. قلي وقلب مي مرديزة تحية لمطربنا المغربي، باسمي ضرب دا اونكيسي خبر قوي من افكار حبيبي.